تاخد العامل من دول على البيت عندها، تحميه وتنضفه وتظبطه، وبعد كده تحط له فياجرا في الاكل. يا فجر! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اكتر الحوادث الغريبة اللي ممكن حضرتك تسمعها الحادثة بتاعت النهاردة، حادثة سيدة اعمال المقطم. سيدة أعمال المقطم سيدة مطلقة وعندها بنت وعايشة لوحدها هي وبنتها. يوم الخميس والجمعة والسبت جوزها بيجي ياخد البنت تقضي الويك اند معاه، وبعد كده يرجعها يوم السبت. في يوم من الأيام الزوج جاي يرجع البنت، يخبط على باب الشقة بتاعت سيدة الأعمال، محدش بيرد. قلقوا وقعدوا يخبطوا ويتصلوا عليها، محدش بيرد. سألوا الجيران، قالوا احنا ما شفناهاش بقالنا يومين ومحدش عارف أخبارها ايه. طبعا البديهي في موقف زي كده من القلق يكسروا باب الشقة. كسروا باب الشقة ودخلوا، لقوا سيدة الأعمال مرمية على الأرض، مطعونة 18 طعنة، وهي لابسة ملابس شفافة. قوات الأمن طبعا حضرت للمكان عشان يشوفوا الجريمة وملابسات الجريمة. اكتشفوا ان في آثار ضيافة موجودة، يعني ممكن كوباية شاي زيادة، ممكن أكل زيادة، كان في حد موجود مع سيدة الأعمال في الشقة. بسؤال الجيران عن سيدة الأعمال وعلاقاتها وهل حد متردد على الشقة، في واحدة من الجيران قالت أنا جوزي كان بيعمل معايا مشاكل كتير، وسيدة الأعمال دي قالت لي هات الذهب بتاعك خليه معايا في الشقة عشان لو جوزك عمل معاكي مشكلة ما ياخدش الذهب ويبيعه. طبعا قوات الأمن دورت في الشقة، مفيش أي آثار لذهب، معنى كده إن الحادث تم بدافع السرقة. كان في 3 تليفونات للمجني عليها. قوات الامن فحصت ال3 تليفونات، لقوا عليهم ارقام لناس مختلفه، معظمهم عمال من عمال الترحيل في القاهره وفي اسكندريه، والغالبيه العظمى من العمال دول اكدوا ان كان في علاقه غير شرعيه بينهم وبين سيدة الأعمال، وده اللي كان هي بتعمله في الفترة اللي كان طليقها بياخد بنته يوم الخميس والجمعة والسبت، تنزل في منطقة البساتين على منطقة فيها عمال ترحيل، وتبدأ تختار عامل منهم بحجة ان هي عايزة تهد حيطة، تطلع شكارة اسمنت، تطلع رمل، زي الحاجات اللي بنشوفها في الافلام. تاخد العامل من دول على البيت عندها، تحميه وتنضفه وتظبطه، وبعد كده تحط له فياجرا في الاكل، ويتم ما بينهم العلاقة الغير شرعية. أثناء وجود قوات الأمن في الشقة لقوا عقب سجارة حشيش موجودة، عليه بصمات المجني عليها وعليه بصمة ذكر موجودة، معنى كده إن كان في حد معاها في الشقة. لما فحصوا ال 150 اسم اللي على التليفون، كل واحد كان بيجي كانوا بيعملوا له البصمة الوراثية، يعملوا له الفيش والتشبيه، ما لقوش ولا واحد منهم من ال 150 واحد اللي موجودين على ال3 تليفونات اللي معاها. في الوقت ده في رقم غريب اتصل على تليفون من تليفوناتها، قوات الامن استعلمت عنه، لقيته ان هو مركز صيانه عربيات او مغسله عربيات، عربيه حديثه احدث موديل. قالوا يا جماعه الاستاذه جابت العربيه بتاعتها عشان تتنظف او تتصين وما جاتش خدتها. لما راحت قوات الامن لمكان مركز الصيانه او مركز مغسله العربيات، لقوا تليفون رابع. لما كشفوا على الاسماء اللي في التليفون الرابع، اتضح من ضمن الاسماء عامل من ضمن عمال الترحيل مقيم في المنيا. راحت قوات الامن عشان تدور عليه، ما لقوهوش في البيت، بس لقوا طفايه السجاير بتاعته. لما خدوا طفايه السجاير بتاعته وبعتوا عينه منها عشان يشوفوا البصمه الوراثيه، اتفاجئوا ان البصمه الوراثيه دي بتاعت عامل الترحيل اللي موجود من المنيا. بالمناسبه عامل الترحيل متجوز 2 وعنده كذا عيل من الاتنين. لما جابوه وبداوا يحققوا معاه، لان اكتشفوا ان نفس البصمه اللي على السيجاره هي البصمه اللي في طفايه السجاير اللي في بيته. لما جابوه بداوا يحققوا معاه، قال انا فعلا كنت على علاقه بيها وما كانتش عايزه تسيبني، تقريبا كانت اتعلقت بيه او حبته حاجه زي كده. المهم ان هي ما كانتش عايزه تسيبه ان هو يبعد عنها، لدرجه ان هي كانت بتنزل له لغايه المنيا، تاخده الفيلا بتاعتها في الساحل الشمالي، يقيم معاها العلاقه وبعد كده ترجعه المنيا تاني. فما لقاش حل قدامه ان هو يتهرب منها او يخلص منها غير ان هو يقتلها. وبعد ما قتلها لقى الذهب في الشقه، فقرر ان هو ياخد الذهب عشان خاطر تبان ان هي عمليه سرقه. آخرة المشي البطال وحش. سيدة أعمال شيطانها غواها إن هي تمشي في سكة، وكانت نتيجة السكة دي نهايتها هي الغربة. على قد ما بتدي بتاخد كتير، وأحيانا اللي بتاخده الغربة بيكون أكتر من اللي اديته بمراحل كتير قوي. حادث مأساوي حصل ل5 أطفال سن 16 سنة و14 سنة و12 سنة و10 سنين و8 سنين. الأطفال ال5 كلهم إخوات، ولاد الدكتورة ابتسام عاصم
دكتورة الجراحة العامة وأستاذ الجراحة العامة في كلية طب جامعة بنها. اتفاجئت قرية ميت عاصم اللي منها الأسرة بوفاة ال5 أطفال نتيجة تسرب الغاز. ال5 أطفال قاعدين لوحدهم في البيت نتيجة إن والدهم ووالدتهم مسافرين بيشتغلوا في دولة في الخارج. صدمة كبيرة صحيت عليها قرية ميت عاصم اللي منها الأطفال. هو طبعا أولا تعازينا للأسرة كلها وللدكتورة ابتسام عاصم في وفاة أبنائها ال5. بس أنا الفكرة كلها بالنسبة لي إزاي أطفال في السن ده، سن 16 و14 و12 و10 و8 سنين، يتسابوا لوحدهم؟ بيتقال ان خالتهم كانت بتبقى مترددة عليهم عشان تشوف مصالحهم وتخلي بالها منهم، بس الفكرة ان الولاد ال5 كانوا مقيمين لوحدهم. ازاي اولادكم تسيبوهم وتسافروا وتتغربوا بره عشان خاطر طبعا توفروا لهم حياة كريمة؟ بس طبعا الغربة زي ما قلت بتاخد اكتر ما بتدي، والمرة دي اللي خدته 5 أطفال. احنا بنتكلم من ناحية ان الأولاد في سن بيبقوا محتاجين رعاية الأب والأم ومحتاجين وجودهم. لو الأب مسافر تبقى الأم موجودة، ولو الأم مسافرة يبقى الأب موجود. المهم يبقى في عين رقيبة عليهم طول ال24 ساعة. تعزينا للأسرة ولقرية ميت عاصم ومدينة بنها في محافظة القليوبية كلها، تعزينا في وفاة ال5 أطفال. سبقوكم للجنة وربنا يجعلهم شفعاء ليكم يوم القيامة بإذن الله، يكونوا سبب لدخولكم الجنة، وربنا يصبركم على فراقهم ويرحمهم يا رب.